عمرك ذاكرت بالساعات وبرضه دخلت الامتحان وحسيت إن كل حاجة طارت من دماغك؟ عمرك حسيت إنك بتبذل مجهود كبير وبتتعب بس النتيجة دايما أقل من اللي متوقعه؟ الإحساس ده مش غريب وكل طالب تقريبا عدى عليه. بس خليني أقولك حاجة مهمة من الأول. المشكلة غالبا مش فيك ولا في ذكائك ولا في قدراتك. المشكلة في طريقة مذاكرتك وفي الضغط اللي حطه على نفسك من غير ما تحس. الفيديو ده مش مجرد نصايح مذاكرة، ده محاولة نغير بيها طريقة تفكيرك ونبني بيها أساس جديد تخش بيه سنة 2026 وانت أهدى وأقوى وواثق إنك ماشي صح. خليك معايا للآخر، مش هقول كلام مثالي ولا كلام تحفيزي فاضي، هنتكلم بواقعية وبأسلوب بسيط عن إزاي تذاكر صح من غير ما تكره المذاكرة ومن غير ما تحس إنك مستنزف طول الوقت، وإزاي تخلي 2026 سنة حقيقية لتحقيق أهدافك مش مجرد أرقام على تقويم. قبل أي حاجة، قبل ما تمسك كتاب أو تفتح فيديو شرح، لازم تسأل نفسك سؤال واحد بس: أنا بذاكر ليه؟ كتير مننا بيذاكر علشان الخوف، خوف من الرسوب، خوف من الأهل، خوف من المستقبل، بس الخوف عمره ما كان دافع كويس على المدى الطويل. الهدف الحقيقي من المذاكرة مش الدرجات وبس، الهدف إنك تبقى مطمن، تبقى واثق، تحس إنك مسيطر على وقتك ومش عايش في توتر دائم. لما الهدف يبقى راحة نفسية وثقة، طريقة مذاكرتك هتختلف تلقائي. أكبر غلط بيقع فيه أغلب الطلاب إنهم فاكرين إن الحل هو المذاكرة الكتير، ساعات طويلة، سهر، ضغط، حرمان من الراحة، ومع الوقت التعب يزيد والتركيز يقل والحماس يختفي وفي الآخر يجي الإحباط. الحقيقة إن المذاكرة مش سباق ومش منافسة مين يتعب أكتر، المذاكرة رحلة طويلة، واللي بيكسب فيها مش اللي يجري بسرعة في الأول، لكن اللي يعرف يمشي خطوة ثابتة كل يوم من غير ما يقع. عشان كده لازم تبص للمذاكرة على إنها نظام حياة، مش فترة ضغط وخلاص. خلينا نتكلم عن 2026. حاول تتخيل نفسك في آخر السنة دي، تخيل إنك عديت المرحلة اللي انت فيها دلوقتي، تخيل إحساسك وانت راضي عن نفسك، عن تعبك، عن مجهودك. مش شرط تكون بقيت الأول، بس وصلت للي تقدر عليه بضمير. الإحساس ده يستاهل إنك تتعب تعب صح، مش تعب عشوائي. يستاهل إنك تغير طريقة تفكيرك من دلوقتي. أول قاعدة في المذاكرة الصح: ذاكر بوقت مش بمزاج. ما تستناش الحماس، الحماس مش دايم، لكن الوقت الثابت هو اللي بيبني. اختار وقت معين كل يوم، حتى لو نص ساعة، حتى لو ساعة واحدة، واعتبره موعد مع نفسك مش قابل للتأجيل. الاستمرار البسيط أقوى بكتير من يوم مذاكرة طويل وبعدين انقطاع. تاني حاجة: افهم قبل ما تحفظ. الفهم بيوفر مجهود وطاقة وبيخلي المعلومة تثبت. اسأل نفسك دايما: أنا فاهم اللي بقراه ولا بس بعدي السطر علشان أخلص؟ لما تفهم، المراجعة بتبقى أسهل والتوتر بيقل. تالت نقطة: ما تخليش المادة تخوفك. مفيش مادة صعبة، في مادة كبيرة وانت باصص لها مرة واحدة. قسمها جزء صغير كل يوم، صفحة صفحة، فكرة فكرة، ومع الوقت هتتفاجئ انك خلصت كتير من غير ما تحس. وبرضه لازم تفهم ان الراحة جزء من المذاكرة مش ضدها. الراحة مش كسل، الراحة شحن. لما ترتاح ما تحسش بالذنب لانك بتجهز نفسك تكمل. دماغك محتاج وقت يهدى علشان يشتغل كويس. خلي مذاكرتك هادية، اقفل الإشعارات، اختار مكان بسيط، خد نفس عميق قبل ما تبدأ، كوباية مية جنبك، وابدأ خطوة خطوة. ما تفتحش مصادر كتير، مصدر واحد كويس كفاية. الزحمة بتلخبط العقل والبساطة بتخلي الفهم أسرع. المراجعة الذكية مهمة. راجع بدري، مش قبل الامتحان بيوم وانت متوتر. راجع وانت هادي وانت فاهم علشان تدخل الامتحان وانت مطمن مش مرعوب. وكمان خلي كلامك مع نفسك إيجابي، ما تجلدش نفسك. ما تقولش أنا غبي أو فاشل، قول أنا بتعلم، أنا بتحسن، حتى لو ببطء، المهم إني ماشي. افتكر دايما إن عادة صغيرة بتعمل فرق كبير. نص ساعة كل يوم أفضل من يومين حماس وبعدين تتوقف. 2026 مش بعيدة، واللي هتعمله النهاردة هو اللي هيشكل مستقبلك بكرة. ذاكر صح، براحة، بهدوء، ومن غير قسوة على نفسك، وانت هتوصل خطوة خطوة. وصدقني النتيجة هتفرق.